السلام عليكم متابعينا في كل مكان. فيديو جديد هرد فيه على الكثير من الاستفسارات اللي بترد الى القناة وبترد من المتابعين بخصوص استورد سيارتك بنفسك. هنوضح في الفيديو ده كل خطوات الاستيراد من الالف الى الياء، بداية من اختيارك للسيارة بنفسك من مواقع الكورية إلى التاجر، كل الخطوات حتى تصلك السيارة لمصر إن شاء الله. تابعوني للنهاية ولا ننسى دعم القناة، لايك شير سبسكرايب. نبدأ بسم الله، وأولا نتعرف على إيه المواقع اللي احنا هنبحث عنها للسيارة اللي أنا عايز أشتريها. مبدئيا ايه المواقع اللي انا هدور فيها على العربية اللي انا عايز استوردها؟ انا وضحت اكتر من مرة: موقع انكار، موقع كيبي، موقع اوتويني. طبعا ما فيش اعتراض على اي موقع دلوقتي، انا بعرف كل المواقع وليك حرية الاختيار. موقع ام بارك. طيب للناس برضو اللي بتستفسر، طب اجيب الموقع منين او لينك الموقع موجود فين؟ دي قناتنا، قناة اليوتيوب، قناة استورد سيارتك بنفسك، اللي كانت معانا من بداية الجروب. اي موقع حضرتك عايزه. اما نبص هنا مثلا لموقع انكار، في فيديو هنا شرح اهون ازاي تتعامل مع موقع انكار. موقع ام بارك او اوتويني، ادي ام بارك وادي اوتويني. طب موقع كيبي، طبعا ده الموقع موبايل دوت دي اي، ده الموقع الالماني، ده مش موضوع المره دي، ده مش موضوعنا يعني. ما هو لان الالماني حتى الان لم يتوفر تاجر يقدر يجيب لنا سيارات من الموقع ده، ما حصلناش على اي حد صراحه. الكيبي موجود هنا اهو، ادي موقع الكيبي. مبدئيا اي فيديو من دول لو حضرتك فتحته، يعني مثلا لو انا فتحت فيديو انكار، تمام، انكار اهون الموقع، تعالى في التعليقات اول تعليق لو انا ضغطت كده اهو راح لي لموقع انكار. تحويل السعر ان شاء الله هكون برضو فيه اعمل فيديو كامل ازاي انك تحسب. اذا حضراتكم اي موقع هتلاقي اللينك موجود اول تعليق، تقدر تفتح الموقع وتختار منه. انا دايما بركز على انكار باعتبار ان عليه الفحص بيبقى واضح. كيبي انا الموقع برضو ده على فكرة انا سألت عليه، والموقع له مصداقية داخل كوريا وعادي ممكن نقدر نجيب عربيات منه. ام بارك برضو من المواقع الكويسة. اوتويني هنخليه بعيد عن الموضوع شويه، لان انا هعمل فيديو خاص باوتويني، بالرغم ان ناس كتيره بتشكك في انه حوادث والكلام ده. لا، انا ليا وجهه نظر تانية فيه هوضحها لحضراتكم، بل بالعكس الموقع انا شايفه ان هو بيعرض كل شيء، يعني ما بيكذبش. الموقع كل حاجه باينه عليه، لو العربيه حوادث بتبان انها حوادث، تمام. ولكن هو اوتويني له خاصيه ان هو بيشحن بنفسه، ولكن انا اتوجدت حاليا ان اوتويني ما فيش شحن لمصر في الوقت الحالي تقريبا لتخبط سعر الشحن. طيب خلينا في الخطوات. الخطوه الاولى انك تختار عربيتك من الموقع. بحث مركبه، طبعا الموقع شغال قدام عرب اهو، عشان الناس اللي بتقول لي الموقع مش شغال عربي، مش ده الموقع بس، اي موقع منهم كلهم شغالين عربي معايا اهو، عشان الناس اللي بتعترض ده يمكن الترجمه بتاعت جوجل مش ناشطه، بقفله وافتحه تاني هيشتغل معايا عادي عربي. اوتويني شغال برضه، لو مش شغال معاك باين بدات حاجات تظهر معانا عربي اهي. هو ممكن الموقع ده بس عشان فتح من اللينك، لو عمل معاك كده اقفل وافتح تاني هيشتغل معاك عربي عادي. طيب رحت حضرتك نموذج مثلا عربيه، احنا مش هنقعد بقى ندور في العربيات والفيديو مشروح قبل كده ازاي تختار العربيه، بس انا عايز اوري حاجه. حضرتك جيت فتحت الموقع، تمام، وعجبك عربيه معينه. الخطوه الاولى ايه؟
انت بتبدا تبحث على الموقع، وفي فيديوهات كتيره للفحص على القناه. مثلا عجبك العربيه دي، خلاص العربيه زي ما حضرتك عجبتك كده، افتح مثلا الصور، افتح الكلام ده. اللينك بقى ترسله لي ازاي؟ انا هبدا الاول من الكمبيوتر. ازاي ارسل اللينك للكمبيوتر؟ ادي كليك يمين اهو، تمام، تكه واحده بس على اللينك اللي فوق ده، عشان برضو تكه واحده على اللينك اللي فوق اتظلل كله قدام اهون. كليك يمين، كوبي. لو انت فاتح واتساب ويب من على الكمبيوتر او تليجرام ويب، هفتحه واوريه لكم. اي برنامج سواء تليجرام او واتساب ممكن تفتحه من على الكمبيوتر عادي. تليجرام، تمام. لو فتحت التليجرام بتاعي هلاقي التليجرام فتحه على الكمبيوتر عادي. الناس برضو بنسهل على الناس. ادي الجروب بتاعنا اهون، تمام. كل العمليه هتعمل هنا كليك يمين بيست، واضغط على السهم ده. طبعا هو هيروح اللينك على الجروب دلوقتي. ده اللينك العربيه اللي حضرتك بعتها. طبعا هتبعته بقى، سواء هتبعته لي على الخاص، هتبعته للتاجر. ده الطريقه الصحيحه لارسال اللينك. الملاحظه بقى اللي بتلخبطني في الموضوع ده، عشان برضه اعرف ابص لك على العربيه، او التاجر حتى يعرف يساعدك مظبوط ايا كان مين التاجر. هنا العربيه باينه قدامها، الاقي ناس مثلا بعد ما فتح العربيه كده باعت لي الصور دي. طب الصور دي انا هفهم منها ايه؟ مش هيبان لي الفحص بتاع العربيه، هيبان لي العداد مثلا. لا، رجاء ارسال اللينك بنفس الطريقه. طيب لو انا شغال من الجوال هوضح الجزئيه دي. ده فيديو معمول من على الجوال ازاي ان انا ارسل اللينك. نفس الكلام اهو، بدخل على انكار، دخلت على الموقع اهو، فتحت الموقع بتاعي من الجوال اهو. الموقع ده مفتوح من الجوال دلوقتي. عفوا. ولاحظ اللغه العربيه ظاهره معايا هي على الجوال، عشان الناس اللي بتقول لي اللغه مش ظاهره، اللغه كوري. لا، ظاهره اهو. الثلاث نقاط هم اللي احنا بنشتغل عليهم، اللي بتجيب منهم العربيات. كنت نزلت شويه بس وهطلع تاني اهو. مفيش اي مشكله خالص ان انت ترسل اللينك من على الجوال بتاعك. لبحث المركبه اختار السياره المناسبه ليك. معذرة هي دايما بتيجي معايا الهيونداي او الكيا، لانه طبعا اكتر اختيارا للمصريين يعني. اختار الموديل بتاعك من على الجوال، سهله جدا، مش من التطبيق، بتفتح من جوجل. بتفتح من جوجل من على الجوال. بلاش حد يشغل التطبيق، لان انكار لا يعمل ما بيشتغلش غير داخل كوريا. انا خدت عربيه هي النموذج، تمام. بعد ما بتاخد العربيه بتضغط فين بقى؟ الثلاث نقاط اللي فوق دول، وهتلاقيني ضغطت عليهم اهم. الثلاث نقاط دول ظهرت قدامي البرامج كلها هي اللي عندي. لو عايز تبعتها على الفيس، على الواتساب، على التليجرام، زي ما انت عايز. هو نفس الجروب اهون. مجرد انك بتحدد الجروب تضغط عليه ضغطه بايدك، خلاص هو اتعلم علامه صح خضراء. بعد ما بتعلم علامه صح خضراء، لو دخلت على الجروب خلاص اقدر ابعت على الجروب كده بكل سهوله. أأكد دايما اختار العربيه بعنايه، والعربيه تكون مناسبه ليك. ان قلنا العربيه هتقعد معاك 5 سنين. اختار العربيه على رينج فلوسك، وعربيه تكون حالتها كويسه. وفي اكتر من فيديو عملهم للفحص قبل كده، انك ازاي الفحص بيتم. طيب الخطوه اللي بعد كده ايه؟ انا عايز انا بنفسي احسب العربيه دي هتبقى بكام. العربيه دي مثلا انا عجبتني، تمنها 8,700,000 وان. عايز احسب سيارتي. مبدئيا انا حسبتي كلها دولاري، يعني هنحسب بالدولار. حضرتك بعد كده عايز تحول بالجنيه، اسأل سعر السوق كام وحوله بالجنيه. سهل بقى السعر اللي انت هتجيبه. ده كل حساب العربية. هنا اللي انا رفعت الشيت ده قبل كده وهرفعه تاني، ولو حد عايزه على الخاص ان شاء الله هبعته له.
هنا هتكتب مبلغ السياره بالوان الكوري. الناس اللي فاهمه اكسل اكيد الموضوع بالنسبه لهم سهل جدا. برضه انا هراعي ان ممكن يكون في ناس معانا معذره يعني مثلا ملوش علاقه ببرنامج الاكسل او ما بيعرفش يحسب على الاكسل. طيب احسب مبلغ السياره بالدولار ازاي؟ مبلغ السياره بالدولار الوان الكوري المليون وان بيعمل تقريبا 760 دولار. طيب عايز اعرف الوان الكوري بيعمل كام كل يوم، لان الوان الكوري بيتغير، يعني ساعات يعمل 740، ساعات يعمل 750، ساعات يعمل 760، ساعات 770، هو بيعمل في الرينج ده كده. طيب انا عايز اعمل الحسبه دي، وانا موضح في فيديو قبل كده ازاي تحسبها من على برنامج حاسبه جوجل او حاسبه العملات الموجوده في موقع جوجل. هوريكم حاجه تانية برضو من على الجوال سهله جدا، وممكن التطبيق ده كلنا ننزله. ده تطبيق على الجوال سهل جدا اسمه الاكس اي كرنسي، محول عملات. ده برنامج سهل جدا بتنزله على الاندرويد. لو دخلت على سوق الاندرويد هتلاقي البرنامج ده موجود، سهل جدا تنزله. هتلاقي اللون بتاعه ازرق وفي حرف الاكس كده. الاكس اي ده برنامج اغلب التجار على معلومات انهم بيشتغلوا عليه، مش بيشتغلوا على حاسبه جوجل. على اساس ده قصدك بيعمل تحديث تقريبا كل 60 ثانيه، كل 60 ثانيه يعمل ابديت لاسعار العملات على مستوى العالم بالكامل. انا عمال اوريك لما بتشغل البرنامج انت كل اللي عليك بتخلي هنا العمله الوان الكوري، وبتخلي هنا العمله الدولار الامريكي يو اس اي دولار. طبعا حضرتك شايف انا مجرد كتبت المليون الوان الكوري طلع معايا كام؟ 743 دولار. هو قل شويه النهارده، ده السعر النهارده. كل يوم بيختلف، يعني كل يوم المبلغ ده بيختلف. انا كنت حاسب على 760، هو كده قل شويه. زي ما يقل زي ما يزيد. انت حضرتك هتحسب ايه؟ الاول سعر العربيه اللي بالوان الكوري ده كام دولار، بناء على السعر ده عايز تكتب بقى مبلغ العربيه بالكامل. يعني دي مثلا مكتوبه 9 مليون 800 او 8 مليون 900، اكتب هنا 8 مليون 900 واعمل تحت، اضغط على حاسبه السعر، هيظهر لك القيمه اللي هي فين. حاسبه السعر اوضحها بس، اللي هي الايقونه دي دون. مجرد انك كتبت المبلغ فوق الكوري والمبلغ تحت الدولاري، تمام، المبلغ الكوري هيظهر لك. بمجرد ضغطت هنا هيظهر لك الحاسبه اهو، مجرد ضغطت ظهر لي السعر اللي هو بتاع النهارده. يبقى اذا اول حاجه موضوع مبلغ الوان متغير. يبقى اول شيء لو انت ما انتش عارف تتعامل مع الشيت ده خالص، عن طريق البرنامج ده الموضوع سهل جدا. طيب انا حاجه على البرنامج ده كده واكتب سعر العربيه اللي انا شفتها. انا العربيه فين؟ ادي العربيه مثلا معذره 8 مليون 700. هات الشيت، عايز اصغر النافذه شويه معذره عشان بس اعرفك. بالنسبه للشيت بتاعي هنا في بس التليجرام ده، بالنسبه للشيت بتاعي هنا انا كل العمليه هكتب 8.7 زي ما هي مكتوبه على الموقع. حسب لي المبلغ على ان سعر الدولار هنا على فكره 760. لو انا قلت له هنا غيرت السعر كده 743 اللي هو السعر اللي انا شايفه دلوقتي، هتلاقي ايه؟ غير الرقم اللي هنا. دي فكره عشان ازاي احسب مبلغ السياره بالدولار. طيب مبلغ السياره كلها كده؟ لا، في عموله للتاجر اللي انت هتجيب منه. مبدئيا في الفيديو ده انا مش هحدد تاجر معين. الخطوات دي عايز تستورد بنفسك ممكن تعملها مع اي تاجر. في تجار بيتكلموا في عموله 400 دولار، في بيتكلم 350، في بيتكلم 300، في بيتكلم 200. والله التاجر اللي يعجبك اتعامل معاه. انا مش بحدد حاجه، وهقول نصايحي برضو انك تتعامل مع التاجر ازاي. طيب هنقول عموله التاجر انا حسبتها 250 دولار. في عموله هناك اسمها الميدو بي 335 دولار تقريبا. لو احنا بصينا على انكار هتلاقي العربيه سعرها كذا. لو انت بصيت على التكلفه الاجماليه هتلاقي المبلغ ازيد، 8 مليون 700 بقت هنا 9 مليون و400 وكسر. دي اللي هي بيسموها عموله الميدو بي، او الزياده دي اللي هي عموله الميدو بي اللي هي بتاعه المعرض هناك، او هي مسماها ايه، لكن المبلغ اللي انت هتدفعه هو ده. طيب
الجزئيه دي في فصال، اكيد في فصال. تمام. السياره مثلا اجماليها 9 مليون 400. مبدئيا للمعلومه حضراتكم، اذا كنت انت بتتعامل مع تاجر له شركه في مصر وشركه في كوريا، الشركه دي بيحسب اخر السنه له كام سياره طلعوا تصدير من كوريا، وبناء على كده له حاجه اسمها الفيدباك او الراجع 9% من قيمه السيارات اللي بتطلعها. يعني بمعنى اصح، حضرتك العربيه اللي انت بتشتريها التاجر بياخد من عربيتك دي قيمه 9% من المبلغ اللي هو موجود بتاع العربيه. يعني لو العربيه مثلا 10 مليون بيطلع له 90,000 او بيطلع له 900,000 وان، عذرا لو كنت حسبت غلط، تقريبا 900,000 وان. يعني ممكن يدخل مثلا في بتاع 500 دولار 600 دولار في الحدود دي. دول بيرجعوا فيدباك. هي 9% من قيمه العربيه اللي بيطلعها. فخلي بالك هنا، كل ما يكون العربيه ثمنها اكبر كل ما يكون الفيدباك بتاعها اكبر. طيب المشكله اللي بتحصل هنا ايه؟ الكلام ده التجار عارفينه في كوريا، ولو في حد من التجار يكذب الكلام ده يتواصل معانا وانا مستعد لاي نقاش، لان الكلام ده انا ما جبتوش من نفسي. الكلام ده جاي لي من ضمن من ناس كتيره من تجار في كوريا، ومصريين وغير مصريين. طيب اما نبص للعربيه مثلا دي ثمنها بسيط. لو العربيات القليله دايما اللي هي 5 مليون 6 مليون 7 مليون بيبقى الفيدباك بتاعه قليل. لو عربيه مثلا توسان او سبورتاج او عربيه مثلا CN7 او كيا مثلا موديل 2020، كل ما يكون مبلغ العربيه كل ما الفيدباك بتاعها اعلى. طب ايه المشكله اللي بتحصل لك مع التاجر هنا؟ اللي التاجر يقول لك لا، اولا في بعض منهم ما هوش شغال لحسابه. يعني بعض التجار، ودي انت هقول في الاخر تعمل ايه عشان برضو تتاكد من الجزئيه دي. في بعض التجار هو مش شغال لحسابه، هو مثلا شغال من حساب واحد كوري مثلا، هو اللي بيجيب له عربيات لان هو مالوش شركه وما يقدرش يشتغل بصفه رسميه. فهنا الفيدباك ده بيتم قسمته بين التاجر المصري والتاجر الكوري. يعني التاجر الكوري بيستفيد معاه. طبعا ده بيقع على عاتق مين؟ بيقع على عاتق المشتري. معلش انا لما اشتري مع تاجر له شركه في كوريا، الفيدباك بتاع العربيه هيرجع كله للتاجر، فهيخلي لي ممكن يقلل لي في السعر شويه بالنسبه للعموله. لكن لما انا اشتري من تاجر ملوش شركه، يعني بيتعامل منه للكوريين او بياخد وسيط، او في بعض منهم كمان بياخد وسيط مصري والمصري بياخد وسيط كوري، فبتلاقي الدنيا يعني الزيادات دي كلها حضرتك اللي بتتحملها. فدي دايما اختار التاجر بعنايه. طيب اختار التاجر ازاي عشان برضه نبقى منصفين للكل؟ مبدئيا اول حاجه انت هتخلي تاجر تبعت له لينك العربيه، عجبتك العربيه دي، وهتبعت للتاجر يجيب لك العربيه دي من كوريا، ايا عربيه عجبتك. اول حاجه اشوف الشركه اللي انا رايح اتعامل معاها. انت رايح تتعامل مع تاجر في شركه. في بعض التجار يقول لك لا انا ما عنديش شركه، هتروح مثلا البيت لاخويا لجوز اختي لمين سي من الناس، ده في الغالب ما فيش شركه. تمام؟ الافضل انت هتتعامل، شوف اتعامل مع شركه، يعني شركه كذا. طيب الشركه دي رقم واحد، اول ما اروح اتاكد هل في سجل ضريبي وبطاقه ضريبيه باسم الشركه ولا لا. ده يقدر تتاكد منه بكل سهوله. انت اطلبه، لو على فكره مش موجود هيقول لك مش موجود، اصلا انا لسه بادئ جديد، اصلا انا لسه بتعامل. لان الشركات، في شركات بيبقى لها ناس في كوريا هو له مندوب عنه او مهندس في كوريا مسؤول انه يورد له العربيات، وفي الحاله دي السعر بيكون اقل وانت كسبان في الفرق. في بعض الناس لا بيعتمد على شركات شغاله وهو اللي بينزل له عربيات. في بقى الفئه الثالثه اللي هو ملوش اي حد هنا ولا هنا، وفي الغالب بيكون زياده التكلفه دي، يعني بيبقى الموضوع من تاجر لتاجر لتاجر وكله بيكسب من الجزئيه دي. ففي الحاله دي انت اللي بتشيل فرق المكسب ده كله كزبون، مجرد ان انت رحت ليه. فتاكد الاول الشركه ما يكون لها سجل تجاري وبطاقه ضريبيه، ودايما بيكون لها شركه، وتاكد ان لها شركه في كوريا او له حد في كوريا كشركه، مش حد فرد انه بيجيب عربيات. الحاجه الثانيه، ودي معلومه انا اتاكدت منها فعلا، ان 70% او 60% من الموجودين في كوريا اللي بيجيبوا سيارات
ما همش تجار عربيات اساسا، يعني هو سافر، صادفت الظروف ان هو سافر للدراسه او لعمل او لايا كان، وطبعا بالسيستم بتاعنا وبالشغل بتاعنا خلاص انا اقدر اورد عربيات لمصر طالما انا موجود في المكان ده. زي ما مثلا انا موجود مثلا هنا في السعوديه وفي قدامي عربيه، ممكن ابيع عربيه، ابيع اتنين، مره في مره بتعلم في الزبون، ومره في مره الدنيا هتمشي. وفي الحاله دي انا دايما بيبقى رايي لا، انصحك باللي شغال وفاهم في المجال، لا احدد اي تاجر ولا ازكي اي تاجر. التاجر اللي يعجبك اتعامل معاه. انا قلت ملاحظاتي على الشركه اللي هي بتجيب لك العربيه. طيب حضرتك اخترت العربيه وعجبك الفحص وعجبك كل حاجه، طب الخطوه اللي بعد كده لقيت الشركه واتفقت معاه وبعت له اللينك، تمام؟ بعد كده المفروض يعمل ايه؟ تعال نشوف. ده تقرير الفحص اللي احنا بنتكلم عليه دايما. ادي الورقه الاولى، تمام؟ ده الشكل بتاعها هو، وانا وضحته في اكتر من فيديو. الورقه الاولى طبعا المعلومات دي كلها بالكوري. لو انت دخلت على جوجل ترانسليت ووجهت العدسه بتاعته اللي هو على الموبايل، موجود على كل جوالات البرنامج ده، وجهت العدسه بتاعته على الكلام ده هيترجمها لك تلقائي وهتعرف كل حاجه من دي. كام مبدئيا اللي بيهمنا الموديل ده، رقم العربيه، بيهمنا الشاسيه، الكلام ده انا وضحت الكلام ده. ده الشاسيه بتاع العربيه، هو الموديل بتاعها. طبعا الفحص اللي بيهمني اللي هو الصوره اللي تحت دي، الباقي المفروض هو ملزم بيه. الفحص ده بيكون ورقتين، دي الورقه الاولى ودي الورقه الثانيه. زي ما انتم شايفين بتتاكد دايما ان رقم العربيه اللي هنا بتاع الفحص هو بتاع العربيه، ورقم الشاسيه والكلام ده، عشان برضه تبقى مع يعني مطمن. وده بيبقى ختم على فكره، ده ختم يعتبر معتمد هناك داخل كوريا. طيب دي بالنسبه للعربيات بالنسبه للفحص. الخطوه اللي بعد كده خلاص اتاكدت ان فحص العربيه سليم، او ممكن التقرير ده ما يجيش، ممكن يجي لك بعد الفحص عادي، يعني التقرير الورقي ده ممكن يجيبه بعد الفحص بعد ما يفحصها، مفيش مشكله. طيب انت مثلا رحت اخترت العربيه دي، زي ما قلنا انا اول حاجه فحص انكار. مبدئيا فحص انكار مثلا عندي هنا فيه الحام، عندي فيه تغييرات. برضو النقطه دي انا عايز اوضحها، مش معنى ان العربيه قدامك شكلها حلو، مش معنى ان الفحص اللي هو فحصه بالقلم بيقول ان الرفرف ده سليم او فابريكا او الباب ده فابريكا او الكلام ده. اظن انا رفعت فيديو على الجروب وكتر خيره اللي لفت نظرنا الحته دي ووضحها بالحجه. العربيه كانت ساندوتش، بمعنى ان اتخبطت من قدام ومن خلف، حاجه دخلت يعني حاجه زقتها في عربيه قدام، بمعنى اصح الناس يعني فاهمه يعني ايه ساندوتش، يعني دخلت عربيه من ورا عملتها في العربيه اللي قدامها. الكبوت ده كله باظ واللي ورا ده كله باظ، كل ده اتغير بنفس اللون فابريكا. اما بتيجي حضرتك تقيسه بالقلم يديك مقاس الفابريكا، لكن كل ده مغير وباينها من المسامير بتاعتها ان في حل في المسامير وفي تغير كتير في الازاز ده كان متغير، باين من النوع، الكاوتشات متغيره عن النوع الاصلي بتاعها. دي كلها معلومات، كتر خير الناس اللي بتفيدنا بمعلومه ويشكروا. مبدئيا برضو للحته دي الجزئيه دي، ايا كانت العربيه، انا عايز اجيب لكم عربيه سيئه جدا يعني عشان برضو اقول الجزئيه دي فيها ايه. دي برضو عشان الناس اللي بتتكلم دايما في الاسعار الغالي والرخيص. ادي عربيه قدامك اهيا، كيا كي 3. العربيه دي فتحه سقف. العربيه دي على فكره لفتت نظر الصبح، يعني انا بدور في الموقع، عربيه فتحه سقف، فيها النافيجيشن، فيها الكاميرا الخلفيه، مكيف، مقعد جلد، مقعد سخانات كراسي، الملاحه، مقعد مفتاح ذكي. تعال نشوف فحص العربيه ده عامل ازاي. شايف كميه التغييرات؟ بص بقى من تحت. طبعا دي كانت حادثه بالثلث ما فيهاش كلام يعني. طيب هل العربيه دي التصليحات اللي فيها دي بالنسبه للعربيه، عشان برضو ما حدش يقول لك فابريكا، ما ممكن يكون التصليحات دي تمت بالشكل اللي حضرتك بتقوله ده قدامك ده، وحضرتك تشتريها على انها سعرها رخيص بعيد عن الانكار وبعيد عن الكلام ده وتبقى فرحان بيها، وهي فيها كل اللي احنا شفناه ده. شايفين التغييرات قد ايه؟ اوضحها تاني. طبعا واضح التغييرات كتيره جدا، كان في حادثه كبيره في العربيه دي. مبدئيا اي اصلاح بيتم للعربيات بيتم داخل توكيلاتها، يعني مش معنى انها اتصلحت ان الحاجه اللي اتركبت
مش بتاع بلاتها، لا ده هي بلاتها اصلا، يعني الحاجه اتركبت في التوكيلات بتاعتها. اذا العربيه رجعت كما كانت، ولكن انا ما اخدش عربيه. الناس دي نظرا للمصداقيه عندهم العربيه ثمنها 5 مليون 600، لو بصينا على العداد بتاعها هنلاقي برضه مش كتير، يعني دي ممكن تتباع تنزل مع تجار او ممكن التاجر نفسه، لو برضه الجزء اللي انا بتكلم فيه تكون تاجر ثقه. 134 مش كتير كموديل 2013. لو تاجر مش ثقه او تاجر نفسه مثلا من اللي هم المتمرنين في العمل في العربيات، ممكن هو نفسه ينضحك عليه ويجيب. ولذلك بنقول دايما خليك مع تاجر مصداقيه. خلاص، دي جزئيه مهمه برضه عشان اختيار العربيه والتاجر. لذلك احنا بنقول اختار انت الفحص اللي يعجبك، يعني الفحص اللي انت تلاقيه عاجبك ابعته للتاجر. خلاص، التاجر بيتجه للعربيه، المفروض يفحصها لك سواء فيديو لايف او يرسل لك فيديو مسجل، وانا برحب دايما بالفيديو اللايف، انا لا اؤمن بالفيديو المسجل. طيب، التاجر فحص العربيه تمام، وانتوا الاثنين لايف بالجهاز زي ما انا شرحت في الفيديوهات، واتضح ان العربيه سليمه 100% زي ما انت عاوزها. طيب، اكمل باقي حسبه السعر ازاي، او احنا لو اشترينا هنشتري ازاي؟ نروح تاني لشيت الاكسل. خلاص، كتبنا ثمن العربيه هنا، عمولة التاجر زي ما انت متفق معاه، انت متفق معاه على كام؟ عمولة الميدو بي كام زي ما انت تتفق معاه. هو طبعا لما تيجي تتكلم في العربيه قول له في راجع للعربيه، تبقى انت باين له ان انت فاهم ال 9% دول ابسط الامور يديك منهم جزء، لان هم هيرجعوا له، هم بيرجعوا له اخر السنه بس بيرجعوا. عمولة التحويل بقى، انت حضرتك هتدفع للتاجر بالجنيه او بالدولار في مكتبه. برضه حته المكتب بنقول دايما انت دلوقتي التاجر بيفحص لك، اول حاجه بيكون واخد مقدم. بالنسبه للعربيه بياخد مقدم حجز عشان يروح للعربيه ويتعب نفسه معلش وينتقل من مكانه للعربيه بتاعتك، لازم يكون في جديه. بالنسبه للجروب احنا اتفقنا على 10000 مقدم، 10000 جنيه مصري. ال 10000 دول في مقابل ان انا هتنقل للعربيه اللي حضرتك اخترتها. طيب، بعد ال 10000 العربيه عجبتك، بتحول لي بقى المبلغ اللي هو مبلغ السياره بالدولار ده، اللي هو اخر كلام بعد الفصال بعد الكلام ده، مع عموله الميدو بي. بتجمع المبلغين دول، عموله التحويل بتكون من 3.5 ل 4.5% حسب كل تاجر. يعني المبلغ ده مثلا طلع 10000 دولار الاجمالي بتاع المبلغ السياره زائد الميدو بي، سيبك من عموله التاجر دي تديها له في مكتبه مفيش مشكله تمام. مبلغ السياره زائد الميدو بي طلع 10000 دولار، ال 3.5% بتاعتها بيعملوا 350 دولار. من 350 ل 450 دولار دول قيمه تحويل المبلغ من مصر لكوريا. 350 ل 450 قيمه تحويل المبلغ من مصر لكوريا. طب لو المبلغ اقل طبعا بيقل المبلغ اللي هو عموله التحويل، وانا بقوله بنون مختلف. طيب، حضرتك ده خلاص دفعت للتاجر ثمن العربيه، العربيه عجبتك تمام، بتدفع للتاجر دفعت 10000 جنيه، وبعد كده العربيه عجبتك وسليمه، بتدفع بقى اجمالي المبالغ دي، عموله التحويل زائد الميدو بي زائد عموله التاجر زائد مبلغ السياره، بتدفع دول كلهم. لان التاجر برضو يقول لك لا انا عايز ثمن العربيه بالكامل، عشان ما انا دلوقتي العربيه مجرد انها طلعت اتشحنت هي باسمك، باسم المعاق طبعا اللي باسمه الجواب ده بالنسبه للمعاق. بالنسبه برضو لمبادره المصريين في الخارج هي باسم صاحب المبادره طبعا، وبيسجل على الموقع العربيه. دي الاجمالي بتاعها في كوريا. نيجي بعد كده للمرحله اللي بعد كده، هو بيتولى ايه بقى التاجر نظير العموله دي؟ فحص لك العربيه. الحاجه الثانيه بيسقط لك النمر العربيه طبعا بتكون واخده نمر، وبنأكد دايما اما اختار عربيه اوعى تختار عربيه مش راكب لها نمر، كله راكب له نمر اهو. اللي من غير نمر دي تبقى مجال لان فيها مشكله، ممكن تكون سكراب يعني خلاص خارج خدمه. فلما بيكون النمر ببقى انا مطمن مع تقرير الفحص بتاعها. الشحن بعد كده هو بيسقط لك النمر وبيوصلها لمكان الشحن. هنا بقى بيبقى برضه في الحته بالنسبه لعموله التاجر، في بعض التجار يقول لك العربيه مثلا انت اخترت عربيه في مدينه بعيده زي بوسان ولا المدن اللي هي الجنوبيه وهي بعيده عنه، يقول لك لا انا عايز عموله زياده نتيجه نقل العربيه من مكان لمكان، لان طبعا العربيه مش هتتنقل لحد راكب، العربيه في الغالب هتتنقل تيلر او سطحه، هي اللي هتنقل العربيه من مكانها لمكان التاجر، يسقط نمرها تمام، وبعد ما يسقط نمرها يبدا يجهزها لك للشحن.
تجهيز للشحن، هو عارف بيبقى في معايير هناك للموضوع ده، وبيبدا يسلمها للشحن. طب حضرتك شحنت سواء كونتينر سواء رورو، الكونتينر اللي عندي فيه مشكله، خلينا في الرورو. الرورو اخر سعر وصل 1300 دولار للعربيه السيدان، والاس يو في بتزيد شويه. طيب حضرتك الشحن ده بتدفعه امتى؟ الشحن والله انت متفق مع التاجر خارج المينا، يبقى بتدفع الشحن قبل العربيه ما توصل. طب متفق معاه ان الشحن عليك، برضه هتدفعه قبل ما العربيه ما توصل. في كلا الحالتين بوليصه الشحن بتطلع باسم الحاله اول ما العربيه تتشحن. العربيه بتاخد في الشحن من شهر ونص لشهرين مثلا. قبل العربيه ما توصل المينا باسبوع 10 ايام هتلاقي التاجر او شركه الشحن بيتصل عليك، خد البوليصه وادفع المبلغ بالدولار في البنك، وبيديك رقم حساب البنك سواء السي اي بي او اي بنك تبعهم، بيقول لك ادفع ثمن الجمرك. يبقى خطوات السياره: الاول الاختيار، بعد كده بنقي السياره بحسبها، بعد كده انا بحسب الاول قبل ما اتصل بالتاجر اشوف امكانياتي، بعد كده بتصل بالتاجر اللي انا عايز اعمله وابعت له اللينك. زي ما قلت لحضرتك كنت ابعت اللينك ازاي؟ بعد ما ببعت له اللينك بيبدا هو يتوجه للفحص، بعد ما يفحص يبدا يجيب العربيه ويسقط لي النمر، بعد ما يسقط لي النمر ويبدا يجهزها لي للشحن، العربيه تتشحن على المركب. كل الكلام ده طبعا بياخد شهر 2 3 زي ما ياخد، طبعا ربنا ييسر اموره ويوصل العربيه على خير. الشحن قبل العربيه ما بتوصل حضرتك بتعمل ايه؟ بتروح تدفع بوليصه الشحن بمبلغ الدولار في البنك. جالي استفسار في الجزئيه ده: هل ممكن ادفع بالجنيه المصري بسعر يومه؟ اعتقد لا، احنا كلنا دافعين بالدولار مش اول واحد. وعلى فكره اذا كانت الناس بتقول الشحن كده غالي، الشحن الناس اللي معانا من الجروب من الاول الشحن كان واصل 1800 1900 دولار قبل كده اللي هو الرورو، وكان معدي ال 2000 كمان. الجمرك، مبلغ الجمرك بيتم تقييمه ازاي؟ العربيه لما بتوصل بتخش مخزن في المينا سواء بورسعيد سواء العين السخنه او اي مينا داخله عليها. بعد ما بتخش مخزن بتكون حضرتك اتواصلت مع مستخلص جمركي تعمل له توكيل، او اذا كان التاجر هو اللي هيجيبها لك خارج المينا برضه بيقول لك المستخلص اللي انا بتعامل معاه فلان، روح اعمل له توكيل. التوكيل ما فيش فيه مشكله وصيغته معروفه، بتعمل له توكيل بانه يستلم العربيه بتاعتك من اجراءات تخليص الجمركي من الجمارك. طيب بيحصل ايه بعد كده؟ بيجي بعد كده الكشاف يشوف العربيه. الكشاف ده الشخص المختص بيبدا بقى يشوف الاوبشن بتاع العربيه، موديلها، كل حاجه موجوده في العربيه بتكون محسوبه ضمن الجمرك، ولذلك ما نقدرش نقول الجمرك المبلغ كام. هو كل اللي اقدر اقول له بيدفع بالجنيه المصري، ولكن كام حسب الاوبشن وحسب موديل عربيتك هتلاقي الجمارك بتاعتها. بعد ما بتدفع الجمارك دي بتدفعها طبعا مع الاستلام خلاص، او التاجر او المستخلص الجمركي بيقول لك مثلا ابعت لي كذا وابعت لي كذا، والمبلغ بتاع الجمارك بتاعتها بيخلصها لك. بتيجي بقى حضرتك تروح يوم الاستلام. يوم الاستلام بالنسبه للحالات اللي هي الاعاقات الذهنيه او الكلام ده بيروح الواصي، الاب، الواصي الشرعي الاب، او لو كان مثلا الاخ لازم بيكون في قرار وصايه للاخ اللي هو سنه فوق ال 21 سنه. اذا كان الحاله ذهني وفوق ال 21 الواصي هو اللي بيستلم العربيه بقرار وصايه، حتى الاب على ما اعتقد. ويا ريت محدش يقع في المشكله دي. اذا كان العربيه بجواب ذهني قبلها اذا كان معدي ال 21 اسال في المحكمه اعمل قرار وصايه او قرار قوامه، عشان ما تروحش تستلم العربيه ما يرضوش يدوها لك وتدفع ارضيات على كل يوم تاخير للعربيه بتاعتك. دي جزئيه مهمه جدا، واي توضيح فيها ان شاء الله هتواصل معاكم جميعا. بعد ما بتدفع الجمارك خلاص الجمارك اتدفعت وتروح انت يوم الاستلام، المستخلص بيبقى معاك، هو بقى مسؤول ان بتخش تمضي على استلام العربيه ويبدا يطلع لك العربيه على خير من الجمارك وتستلم عربيتك. اول ما تستلم عربيتك اطمن عليها ان شاء الله ما تكونش مخبوطه، ما يكونش فيها حاجه منها، ان شاء الله مش هيكون في اي مشاكل طالما انت جايبها من الاول عارف ايه اللي فيها. وبرده من ضمن الفحص ان يضمن لك الموتور، يضمن لك الفتيس، عشان المشاكل اللي بتقع فيها الناس يقول لي العربيه جت وعايز اغير موتور، العربيه جت والفتيس مشكله، كل دي هتبقى تكلفه عليه. اول ما تيجي العربيه غير زيتك بالكامل قبل ما تطلع على الطريق يفضل، او امشي بها شويه وبعد كده غير زيتك بالكامل، ظبط ضغط الاطارات، زيت الفتيس اطمن عليه طبعا قبل ما تتحرك. اعتقد ان القانون كان بيقولوا 24 ساعه، ما اعرفش ان كان حصل تغيير في الكلام ده ولا لا. المهم دي امور حضرتك تقدر ترتبها ان بعد استلام العربيه تروح بقى المكان بتاعك ان شاء الله على خير، وتبدا بعد كده لمده اسبوعين او 3 اسابيع يبدا المستخلص يعمل لك اجراءات ان هو يرسل الجواب بتاعها للمرور اللي انت تابع ليه.
بعد ما ورقها بيروح المرور خلاص بتروح ترخص عادي جدا جدا. بيتم برضو التقييم على موديل السياره والاوبشن بتاعها، بناء عليها بتدفع الرسوم في المرور وتترخص على خير، وبتكون باسم المعاق او باسم الحاله. اذا كانت حالات حركي او الكلام ده، في الحاله دي بتبقى باسمه والقياده بنفسه على حسب بقى الجواب بتاعه. اذا كان جواب مرافق بيبقى المرافق بيبقى يا اما سائق برخصه مهنيه وده بتدفع له تامينات، او اقرب الأقربين الاب او الام. دول اللي انا اعرفه في الموضوع. اتمنى ان يكون الفيديو ده مفيد، واتمنى خد حذرك 1000 مره وانت بتشتري السياره. السياره هتقعد معاك 5 سنين وهتبقى باسمك مجرد ما اتشحنت. لو فيها اي مشكله انت اللي هتشيلها، مش هتقدر ترجع للتاجر في اي حاجه، لان قبل السياره ما بتخلص الشحن انت بيكون عليك والجمارك بيكون عليك، والاجمالي السياره انت دفعته بالكامل قبل العربيه ما تطلع من كوريا. يعني لو ما فيش مصداقيه العربيه خلاص بتاعتك. هتقول مش دافع الشحن، طب خلاص ما العربيه باسمك والشحن كده كده هتروح العربيه عليك، يبقى لازم هتدفع الشحن بتاعها وخلصنا من البروسه باسمك باسم الحاله. يعني الجمارك نفس الكلام برضو انت اللي هتدفعها. خلاص التاجر مهمته كده ايه انتهت. اتمنى ان يكون الفيديو مفيد. ارجو دعم القناه، لايك شير سبسكرايب. الى ان التقي بكم في فيديوهات اخرى، لكم مني كل التحيات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.